تعالَ أفهّمك إيه قصة النصاب القانوني للجمعية العمومية في نادي الزمالك، لإن أنا كنت تايه وقعدت لَفّيت الدنيا عشان أفهم إيه القصة دي، فهافهّمها لك لو أنت مش فاهمها. القصة كلّها ببساطة أوي وبالبلدي أوي، شباب و وزارة الشباب والرياضة عاملة لايحة للنوادي، اللايحة دي بتروح للنادي، أنا نادي الأهلي، أنا نادي الزمالك، أنا ما أعرفش إيه، أنا إيه، بتقول له في 1، 2، 3 إحنا عايزين نعمله. لا والله أنا مش موافق، أنا باكلمك بلدي، لا والله أنا مش موافق. طب أنت حضرتك مش موافق بناءً على إيه؟ فردي جاي منك أنت والّا من الجمعية العمومية بتاعتك، يعني الأعضاء بتوع النادي شايفين اللي إحنا لأ، ما هو أنت ما تجيش أنت راجل بتقعد 4 سنين، 8 سنين وبتمشي، لكن في واحد عضو في النادي المفروض يبقى ليه رأي، فالكلام ده جاي من رأيك أنت كرئيس مجلس إدارة والّا جاي من الجمعية العمومية؟ مش مصدقينك، لأ مصدقينك، لأ ما أعرفش إيه، طب هيبقى نعمل اجتماع. أنا باكلمك بالبلدي، الاجتماع ده المفروض حضرتك يبقى حاضر عندك 4000 عضو يقولوا اللي إحنا موافقين على كلامك. الناس دي جات وموافقين خلاص سلام عليكم، يبقى لائحة نادي الزمالك من دماغهم فاهم؟ وهيسيبك ويمشي. لا والله ده ما راحش 4000 عامل، ده اللي راح النهارده 898. لأ، يبقى كده أنت عندك مشكلة وكده اللائحة بتاعتنا هتطبّق عندك، لإن أنت كده رأيك من دماغك، كده اللي الأعضاء أو هم بيبقوا أصل هي بتتحسب كده، الأعضاء ما جوش ليه؟ لإن هم مش مرتاحين أو ما لهمش حرية الرأي أو. فلأ، يبقى إحنا كده هندخّل بقى لائحتنا، أكيد لائحتهم أكيد هيبقى فيها تدخُّلات في الإدارة، تدخُّلات في المدة بتاعة ال رئيس النادي، أيًا كان هم هيتدخّلوا في إيه، فأكيد ما بتبقاش حاجة لطيفة، اللي هو هيبقى مسيطر على النادي، رئيس النادي خلاص هيبقى ممكن ليه مدة، ليه ما أعرفش إيه زي ما باقول لك كده، أنا بصراحة دي مش فاهمها، يعني مش عارف التعديلات إيه بالضبط، بس أنا حبّيت أوصّل لك إيه قصة يعني إيه النصاب القانوني، هو ده النصاب القانوني، اللي إحنا هنعمل اجتماع تجيبوا لنا تحضّروا لنا 4000 عضو ببطايقهم وبتاع يقولوا اللي هو موافق، ما جاش يبقى أنت كده يا صاحبي مش رأيك من دماغك، وأنت كده بقراراتك فردية، فإحنا كوزارة هنتدخّل في الموضوع معاك ونشوف القصة دي. هي دي القصة للناس اللي ما كانتش فاهمة. فالحاجة دي بقى لمّا تقعد بقى كده ما تلاقيهاش غير حاجتين، خلاص انسى بقى لوزارة الشباب والقصة دي كلّها، تعالَ بقى لمجلس إدارتنا اللي ما حضرلوش 4000 عضو، هي حاجتين، يا الناس مش شايفة أي اهتمام ولا شايفة أي شغل ولا شايفة أي حاجة بتحصل، فبالتالي مش عايزين يكبّروك أو مش عايزين يساعدوك، أو الناس دي كسلانة، وده يعني ما عندهمش شغل ومش فاضيين ومش في دماغهم وبتاع وعادي يعني مش فارقة معاهم، ودي أنا ما أعتقدهاش، وحتى لو اعتقدتها فأنت كده الناحيتين أنت مقصّر، يعني لو الناس مكسّلة فمكسّلة عشان مش شايفين حاجة كويسة جاية منّك، ولو الناس مش عايزة تروح فعلًا عشان هُم مش عايزين يساعدوك، فأكيد أنت مقصّر في الحالتين. إحنا برّه كجمهور مش جوّه في النادي فمش شايفين إيه اللي بيحصل، بس الواضح اللي الناس مش مبسوطة، ما حدش مبسوط جوّه كمان من الأعضاء، المنظر العام بيقول اللي الدنيا جوّه مش حلوة، اللي ما يحضرلكش 4000 وأنت عندك بتاع 100,000 عضو، فالموضوع بيبقى في حاجة غريبة، في حاجة مُريبة كمان مش غريبة، فاهم؟ الله أعلم أنتم ماشيينها إزاي جوّه أو الدنيا دايرة على إيه، بس كده الدنيا مش حلوة. لو أنا فدتك أو أنت استفدت من أي حاجة أو أنت ما كنتش فاهم وفهمت، ما تنساش تعمل لي follow ولايك وأحلى comment وأحلى مسا عليكم.